النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستمع الى كتاب الله والى سنة رسول الله، ونبهنا لاصحاب الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال سيأتي اقوام احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز ايمانهم تراقيهم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان اولى بالله منهم. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلاب النار، وقال الخوارج كلاب النار. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء الاحلام، حذرنا من المفسدين في الارض الذين يتكلمون بكلام رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء. حذرنا من اولئك الذين يكذبون على الله ورسوله، حذرنا من اولئك الذين يتكلمون من غير معرفة ولا بيان ويتهمون المؤمنين في دينهم. حذرنا رسول الله من هذا، وقال سيخرج من تطأ هذا اقوام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نعم، انهم يشوشون على الدين ويشوشون على المؤمنين وعلى جماعة المسلمين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم. وقال انا بريء ممن خرج على امتي لا يميز بين فاجر وتقي، انا بريء منه يوم القيامة. نعم، ان هؤلاء الذين يتحرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بغير علم فيما لا يتقنون بلاء العصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم، نقول قال الله وقال الرسول، فإذ به يعيش في أوهامه وسمادير سكرانه. حسبنا الله ونعم الوكيل.